قبل ما تنزل الكتكوت وقبل ما تستقبله على الالكترولايت او محلول الجفاف لازم وقبل ما تطهر، وقبل ما تعمل اي حاجه خالص. ده يعني دي البدايه خالص. انا كده خلصت دورتي على خير وهبدا دوره كبيره. دي الخطوات اللي لازم تعملها عشان تستقبل الكتكوت، يكون انت المكان عندك مظبوط 100%، ونضيف 100%، وتستقبل كتكوت. اول ما يجي كده ما تضرش مناعته. يبقى كده انت ما عندكش عيب، انت جايب كتكوت نضيف، قمت بالخطوات دي، يبقى انت كده يا باشا ماشي صح. يلا بينا. اول حاجه تكنس العنبر من التراب الناعم، ما تخليش ترابايه، ما تخليش. شوف شعر عامل ازاي، ما تخليش ترابايه. والناس اللي بتقول لك الدكتور البيطري لو ناجح كان عمل عنبر وكسب بدل ما بياخد في الشكارة 5 جنيه. الدكتور البيطري ممكن ما يكونش عنده خلق ولا طول بال يشم التراب، يشيل السبلة، يشيل علف، ويطلع بيه 3 ادوار. نعاني الشكارة دي اللي هي ال50 كيلو وبنشقى. ما عندوش الخلق يا اخي. الحاجه دي رحم الله امرئ علم قدر نفسه. وبعدين هو لو ما فيش دكاتره بيطريين احنا ملناش اي ستين لازمه، ما كناش اكتشفنا امراض اصلا، ما كناش عالجنا. خليكم معايا نشوف المرحله التانية. بعد ما كنسنا العنبر والدنيا معانا تمام، مفيش تراب خالص، هنبتدي بقى ايه؟ نجهز العنبر للغسيل. بتغسل بايه يا ابو انس؟ انا بغسل بمسدس ميه. المسدس ده تمنه 1000 وحاجه يعني، رخيص، وبيفرش وبينظف وبيشيل السبلة اللازقة وبيعمل تبوش بنسبة 100%، والله أكبر يعني. مريحني. اللي مش معاه يجيب المكنة اللي هي التوتال اللي هي 110 بار، يجيب ده. ده بسعر تقريبا 1000 وحاجة، ببطارية. هنغسل بيه دلوقتي وهوريكم طريقة غسيل العنبر برضه. بس بملى البرميل ده اللي هغسل العنبر. اول غسله بميه بس، تاني غسله بميه بصابون. يعني اول مره ببوش العنبر، تاني غسله بتكون ميه بصابون، والتالتة ان شاء الله هتكون معانا كلور او فينيك. كده كده هنغسل بكلور وبفينيك او بالاتنين مع بعض هندمجهم يعني، مش هتفرق. واخر حاجه تبقى فيركون اس ان شاء الله اللي هي قبل التنزيل، والفورمالين. يعني عشان ما حدش يزعل يقول لك انت ما بتستخدمش فورمالين ليه، هنستخدم الفورمالين ان شاء الله الدوره دي. خليكم معايا. البطاريه بنجيبها دور دور من تحت، من مكان ادراج السبله. شايفين السبله بتبقى لازقه فين؟ تحت اهي في الحديد اهي. مش عارف هي واضحه ولا لا، بس اهي السبله هنا كده. انا برصها كده كده يا جماعه. انا بعمل تبويش بالمسدس في الجسم. هخلص تبويش وهنخش على المرحله اللي بعدها. خليكم معايا عشان تعرفوا طريقه التطهير الصح، لان التطهير اساس الدوره. لو الكتكوت نضيف والعلف نضيف والدواء نضيف والتربيه سليمه وانت مش مطهر كويس، وعندك لا قدر الله في مرض قبل كده في السبله او في اي حاجه او في فيروسات، انت اتاذيت. وترجع بقى تعلق الفشل على العلف او على الكتكوت او على الدواء، وتسمع بقى كلام اي حد نصاب، وتكون عرضة لكلام النصابين. يقول لك الدواء بيعمل كذا، العلف بيعمل كذا، مش عارف ايه بيعمل كذا، وانت ممكن يكون بسبب غلط منك انت، فعلقت فشلك على حاجة وتتعلق باي اشياء. اي حد يقول لك العيب في كذا ويجيب لك العيب في حاجة، خلاص على كده انت صدقته. فانت هتطهر صح، وبعد كده تجيب الكتكوت. الكتكوت يكون نضيف. وانا بجيب الكتكوت هعرفك انا بستلم الكتكوت ازاي. بجيب الكتكوت منين؟ بجيب كتكوت من بيطري. هات من بيطري جنبك، بس لازم تستلمه زي ما هوريك في الفيديو. و... وكل الكلام ده يكون في الفيديو ده ان شاء الله. وهنكفي ونوفي، مش هنسيب اي حاجه نتكلم عنها باذن الله، دوره كامله باذن الله. يا جماعه نكون عملنا عمليه التبويش. علافات بنبلب فرشه بكله. عملنا تبويش للبطاريات، لسه ما غسلناش العنبر، احنا بنعمل تبويش للبطاريات.
الغسل هيكون ميه بصابون، ميه بصابون مرحلة الغسل. الدفاية بتتغسل، الشفاط بيتغسل، الخلية بتتغسل، جهاز الرطوبة بيتغسل، كله بيتغسل معانا يا جماعة. بوشنا البطاريات، ودي أول مرحلة اللي هي أول غسلة خالص للبطاريات. بنبوشها من السبلة وبنكنس المكان. أول حاجة نكنس المكان، تاني حاجة نبوش السبلة. ليه بنكنس المكان الأول؟ عشان المية اللي هتنزل من التبويش متلتش معانا السبلة وتعمل معانا مية وحشة تقرفك بعد كده وانت بتنضف. فهي أول حاجة بتكنس العنبر من التراب الناعمة. تاني حاجة بتبوش البطاريات، اسمها الغسلة الأولى، تبوش البطاريات من السبلة. تاني غسلة معانا بقى بالصابون، زيادة تأكيد على السبلة ونظافة بقى وتجهيز للغسلة اللي هي بالكلور أو الفريك. وانتظرونا. في تاني غسلة للعنبر اللي هي بالصابون. كله بقى يا جماعة، أي حاجة معانا في العنبر بتتغسل بالصابون. دفايات، الخلية، جهاز الرطوبة، كله يا جماعة. احنا بص بنغرق، بنغسل مية أصلا. بطاريات، حتى الشفاط بيتغسل معانا. دي غسلة صابون، غسلة نظافة وتجهيز. حتى الشفاط بيتغسل معانا، علافات، كله يا جماعة. بعد ما غسلنا بكلور وبعد ما غسلنا بفورمالين، ادي دراج السبلة. طبعا انا ما عنديش مكان مصرف فوق ادعك فيه الادراج زي كده. ب10 جنيه بريل على سلكاية بتاعت مطبخ عادي جدا. بمسك الادراج الاول، ببوشها الاول على السطح عشان السبلة اللي لازقة فيها. بعد ما ببوشها بغسلها غسلة واجيبها بقى تحت ادعكها دعكة بالصابون تاني قبل ما اطهرها التطهيرة الاخيرة بالفيركون اس. كده احنا غسلنا كنسنا العنبر، غسلناه، طهرناه بكلوروفنيك، طهرناه بفورمالين سائل. انا مش هستخدم الفورمالين السائل تاني لانه متعب بصراحة. بعد كده انا هجيب اللي هو البخور ده. بعد كده طهرناه بفورمالين وكلوروفنيك مع بعض. طهرنا خطوط النبل بميه بكلور، مشينا الميه بكلور في المواسير وسيبناها يوم. وادي اخر حاجه معانا الادراج قبل اخر رشه. اخر رشه اللي بعد اللي هي اللي جايه على طول هتكون فيركون اس، اللي هي قبل التنزيل على طول. همسك العنبر بتاعي الاول، ارفع درجه حرارته 42 عشان الفورمالين. بعد كده امسك بقى الفيركون اس، ارش العنبر كله فيركون اس، وارش الادراج دي طبعا بعد ما اغسلها ما يكونش فيها اثار سابله خالص زي كده بالظبط. بعد ما اغسلها امسكها بقى قبل ما ادخلها في البطاريات، هرشها رشه فيركون اس. يعني يعتبر دي كده المرحله اللي قبل الاخيره اللي هي الادراج. بعد كده الفيركون اس، واظبط درجه حراره العنبر واستقبل الكتكوت بتاعي. بس لو ناخد اقل، هو التوصيل اقل حاجه كمان. طبعا انا هنا استلمت الكتاكيت اهو. ده يا جدعان اجراءات استلام الكتكوت. قلب على ظهر الكتكوت اللي اهو. انت الكتكوت كده هتدور على ظهره، تعدل في اقل من 3 ثواني. فرد شيشنا كده يا جماعه. قلب الكتكوت، بطنه نظيفه، مفيش التهاب سره، مفيش حاجات على فتحه المجمع. دي اجراءات استلام الكتكوت. الكتكوت ما شاء الله حياتها جميله جدا، الله اكبر، اللهم بارك. الكتكوت ما شاء الله حياتها الله اكبر، يعني ما بيكملش حتى 3 ثواني ويتعدل. مفيش التهاب سري، كتكوت نظيف، بطنه نظيفه، مفيش حاجات على فتحة المجمع، حاجات تحت سليمة. ده كده الكتكوت ممتاز. كتاكيت زي ما انتم شايفين ما شاء الله الله اكبر. الانتشار تمام، بتاكل بتشرب. ليه؟ لان انا جايب الكتكوت فرسته صح، يعني استلمته صح، قلبته على الايد، الحياه بتاعته كانت تمام، مفيش التهاب سره. اللهم صل على سيدنا محمد. الكتاكيت وزن من 40 ل 42 جرام، في حاجات 39، اقليه يعني. ان شايفين حاويه. ليه الكتكوت حيوته كده؟ طب لو هو كتكوت نضيف والحراره بتاعتي مش مظبوطه، كل اللي انا بعمله ده ملوش اي 60 لازمه. الحراره عندي قاريه كام؟
ادي 35.7 طبعا عالية. هنوطي الحرارة، هنقفل. انا ليه عليتها كده؟ عشان انا جايب الكتاكيت، لو في لا قدر الله مثلا، هي المفروض 34 يعني، والرطوبة عندي 30 يعني. فان شاء الله هي هتنزل وهتتظبط معانا ل 34 وهتقف. كل يومين هننزل نص درجة لحد اخر الدورة، لحد ما نطلع الكتاكيت، لحد ما نطلع الفراخ اقصد. كل يوم هننزل نص درجة، كل يومين ننزل نص درجة. كل يومين يعني، كل يومين نص درجة نص درجة، كل يومين كده. اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده اول يوم. استقبلنا على ايه؟ استقبلنا على محلول معالجة جفاف. حطينا الكيس على 2 لتر. الكيس على 2 لتر. انا حطيت الكيس على لتر ونص يعني. مش هيزعل في حاجة يعني، مش هيفرق في حاجة. لمدة كام يا احمد؟ لمدة 12 ساعة. طب تاني ساعة هنحطها ايه؟ تاني ساعة هتكون معانا بإذن الله بروبيوتيك واحماض امينية. طب ليه؟ البروبيوتيك اللي انا بستخدمه ده اللي هو الانابوليك بوستر، في انزيمات هضم. ده الانابوليك بوستر، ده تبع شركة مالتي فارما. تركيزه كام؟ نص سنتي للتر. نص سنتي للتر. ده في انزيمات هضم، في مضاد سموم عشبي، في رافع مناعة، الله اكبر، في انزيمات هضم، في بكتيريا نافعة عائلات، في يعني انا ما شفتش منتج في السوق او من اللي الناس بتتكلم عنه اعلى منه في البكتيريا النافعه. ومش هتفرق، مش هيزعلنا في حاجه. ده اللاكتوباسيلس هيدينا نفس المفعول يعني، عائله واحده بس. احنا غرضنا حاجه. لكن انا مدلع كتكوت وجايب منتج عبوه ب 700 جنيه نص سنتي، بتكفينا 3 4 5 6 7 8 دورات. طبعا انا مش بشتري باللتر، انا بجيب من انا وباشمهندس مصطفى بنجيبه. باشمهندس مصطفى بيديني اللي انا محتاجه يعني. انا جايب ربع لتر على قد الحاجه دي. العبوه دي ثمنها 700 جنيه، بستخدم منها نص سنتي. هتلاقي منتج اغلب 850 وبتستخدم منه 4 سم، هيخلص معاك في وقت قد ايه؟ طب ده ب 700 ارخص واعلى منه في القيمه الغذائيه وفي البكتيريا النافعه وفي كل حاجه، وبستخدم نص سنتي. انهي اوفر وانهي اقتصادي وانهي اقوى؟ ده اقوى وده اوفر واقتصادي. نص سنتي بستخدمه للتر. الانزيمات يعني ليه بستخدم البروبيوتيك ده؟ عشان انزيمات الهضم اللي فيه بتساعدنا ان الكتكوت مثلا لسه مثلا ما يكونش هضم كيس المح بشكل كامل. فانزيمات الهضم اللي فيه بتساعد الكتكوت ان هو يهضم الكيس المح ويهضم العلف اللي ياكله، ويكون في بكتيريا نافعه. اول ما ينزل كده الطائر يتهيأ على بكتيريا نافعه على طول. احماض امينيه عشان لو في نقص غذاء في العلف، لان العلف ما فيهوش اللايسين وما فيهوش الميسونين. فدي اجراءات بسيطه يعني بنستخدمها. بنستخدم على محلول جفاف. تاني ساعه بتكون بروبيوتيك واحماض امينيه لهم تاني 12 ساعه يعني. تاني يوم ان شاء الله هنزل لكم بقى فيديو عشان نمشي واحده واحده مع بعض كده. احنا كده اول يوم، واحده واحده نمشي مع بعض، واقول لكم يوم بيوم بحط ايه في الميه، ودرجات الحراره بتكون ايه وايه وايه، وادينا مع بعض اهو ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.